أهلا بكم مشاهدينا الكرام، سعدت بلقياكم في نشرة أخبار الظاهرة، وهذا أبرز عنوانها: وزير مغربي يقرر إلغاء عيد الأضحى، وهذه التفاصيل. مؤشرات تلوح في الأفق لإلغاء عيد الأضحى لهذه السنة، وإن طبق سوف تحقق الدولة نقطتين: أولا الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين الذي أنهكتهم ارتفاع الأسعار، ثم الحفاظ على عدد قطيع الغنم والأبقار المهدد بالانقراض بالمغرب، مما سوف يزيد من إنهاك ميزانية الدولة لاستيراد المزيد من الغنم والأبقار. الوزير السابق الحسن الداودي يلمح إلى إمكانية إلغاء عيد الأضحى لهذه السنة بسبب قلة عرض الأضاحي وارتفاع أسعارها، ما يعني أن الفقراء لن يجدوا إليها سبيلا. فهل تؤيد قرار إلغاء عيد الأضحى بالمغرب لهذه السنة؟ حيث قال الوزير: إلا بغيت المسكين الفقير، مع العلم أن الفقير هو اللي كيشري أغلى كبش بالمنطقة، هو اللي كترمي زوجته نصف ما تطبخ يوميا. إلا بغيت الفقير الحقيقي مولاي الوزير، ما تلمحش لينا، بل قرر إلغاء عيد الأضحى، وماشي غير ديال هاد السنة، بل إلغاء دائم حتى يصبح لحم الغنم أرخص لحم في المغرب. أنا عارف بأن الوزراء والولاة والمسؤولون بصفة عامة كيشوفوا غير مصلحتهم ومصلحة مربي الأغنام والشناقة اللي مغليين البصلة ومطيشة، حيت راكم عارفين الجميلة وما أدراكم ما الجميلة. طلبناها من الملك في وقت كورونا، ورغم ذلك المافيا ديال عيد الأضحى هي اللي انتصرت وغادية تبقى منتصرة مادام الفساد هو السيد المصونف وطني. وفين عمرك شفتي في المغرب شي وزير قرر شي زفتة؟ هو كيعرف غير الهريف والصمت، وكيبان غير في وقت الحساب. نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء.